السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذا الفيديو عن نبات دمعة الطفل، زراعته والعناية به وطريقة إكثاره. ودمعة الطفل من النباتات المنتمية إلى فصيلة الصبار العصاري، وتعتبر من النباتات الخارجية المعمرة. تتحمل درجة الحرارة وتتحمل الجفاف. تتميز بأن لها أوراق مستديرة صغيرة مملوءة بالعصارة كما نرى، وهي تشبه إلى حد كبير نبات الرجلة أو البقلة، حتى لا نكاد نرى فرق بينهما، ولكن ينبغي التفريق بين الاثنين، لأن نبات دمعة الطفل من النباتات السامة، أما نبات الرجلة فهو نبات قابل للأكل وله فوائده الصحية كما نعلم. والفرق الوحيد بينهما أن نبات الدمعة يفرز سائل أبيض عند قطعه. يمكن زراعة هذا النبات في الأسس أو على الأرض مباشرة، وعند زراعتها على الأرض يمكن أن تعطي طول قد يصل إلى 2 متر. كذلك زراعتها في القصيص، كلما زاد حجم القصيص كلما زاد طول النبات. وهذا النبات يحتاج إلى أشعة الشمس المباشرة، ولا يحتاج إلى كثرة الماء، فكثرة الماء تجعل النبتة تصاب بالضعف وربما تموت. ولا يجب ري النبات إلا بعد جفاف التربة. وبالنسبة للتسميد، يكون التسميد إما بتغيير التربة للنبات ونقله إلى تربة جديدة كل فترة، أو يكون التسميد بالسماد مرة كل شهر. وإكثار هذا النبات يتم بطريقة سهلة عن طريق العقل، بأن نقوم بقص أحد العقل الطرفية من أحد أفرع النبات الغضة، وبعد ذلك يفضل تركها فترة من الوقت حتى يجف مكان القطع من السائل اللبني، ثم بعد ذلك نقوم بغرسها في التربة، ونقوم بري النبات رية مشبعة. وبعد ذلك يفضل وضع النبتة أو الشتلة الجديدة في مكان ظليل نسبيا، وعدم تعريضها لأشعة الشمس الحارقة حتى تشتد وتتجذر في التربة، ثم نقوم بعد ذلك بنقلها في مكانها في مواجهة الشمس أو في أشعة الشمس المباشرة. ويصلح نبات دمعة الطفل للزراعة كشجرة، نقوم بتقليمها وقصها حتى تزداد في الطول داخل الحديقة. أيضا يمكن أن تزرع في أسس كبيرة وتترك كنبات عادي، نقوم بقص الأفرع الزائدة لتصبح شجيرة صغيرة، أو تترك الأفرع تزداد في الطول وتتدلى خارج القصيص ليصبح نبات زينة متدلي ذو شكل جميل. يمكن وضعه في النوافذ أو البلكونات، أو يتم تعليقه كنبات معلق في مكان مواجه لأشعة الشمس. وإلى اللقاء مع نبات جديد من داخل المشتل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.